بنات، ويلكم تو شيماء دايريز. وحشتوني، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني اهو، فيديو يوم الجمعه في ميعاده. بحاول كده ارجع واحده واحده للروتين بتاعنا. الفيديو بتاع النهارده بجد نصايح من القلب من القلب، وانا بكتب النصايح دي كانت حرفيا اللي هو لا، انا مش هخبي حاجه على البنات وهقول لهم كل النصايح اللي انا كان نفسي حد يقولها لي في اول عشريناتي. فلو انتي عمرك كده من 20 ل 25 سنة بجد لازم تشوفي الفيديو ده، ولو انتي فوق ال 25 كمان شوفيه، علشان ممكن ان هو يغير حاجة او تسمعي حاجة انتي ما كنتيش تعرفيها. انا يمكن بداية عشريناتي كانت عارفين هي كانت بيك في حاجات، وكانت بجد كده في حاجات. عمر ال 25 هي السنة اللي أنا اكتئبت فيها يعني. والحمد لله بعد كده رجعت تاني، اللي هو بقى ايه، ريفلكت كده ونشوف هو ايه اللي حصل قبل كده خلينا نوصل للحالة دي، وازاي بقى ان انا ارجع تاني. والحمد لله ان دلوقتي يعتبر من 26 كده لحد ربنا يكملها على خير لحد 29 كمان شهرين، الدنيا ماشية الحمد لله كويس. فمحضره لك 5 نصايح ان شاء الله هيفرقوا معاكي جدا جدا جدا. اول حاجه هي حبك لنفسك. انا بسمع بنات كتير قوي بتقعد تقولي انا ما بحبش نفسي. ماشي، بصوا، انا لما كنت انا كشيماء ما كنتش اعرف ان انا ما بحبش نفسي، فاهمين؟ يعني انا كنت عارفه ان في حاجه غلط، بس ما كنتش اعرف ان ده اسمه ان انا ما بحبش نفسي. لان انا كنت بسمع كل الحاجات اللي بسمعها عن حب النفس، ان حب النفس ده اللي هو انتي بتعملي سكين كير، ان انتي بتعملي حاجات بتقولي انا بحب نفسي قدام المرايه وحاجات كده. وبشوف ان المعنى ده سطحي جدا جدا. يعني ايه حبي لنفسي؟ ان انا اقول ان نفسي بحبك في المرايه. فلحد ما اكتشفت مفهوم حب النفس الحقيقي هو الكوميتمنت او الالتزام. حب النفس الحقيقي لو انا بحب نفسي، عارفين لما تحبوا حد تبقوا عايزين تعملوا له كل حاجه علشان خاطر هو يبقى مبسوط، صح؟ فبتحاولوا ان انتوا تعملوا له، لو ام مثلا عندها بيبي هتحاول ان هي تعمل له كل حاجه تخليه بني ادم احسن. لو احنا بنحب حد بنبقى نفسنا الحد ده يبقى احسن حد في الدنيا. نفس الحكايه بقى لنفسك. فاكتشفت معنى الالتزام او الكوميتمنت، ان انت تلتزمي اتجاه اي هدف انت حطاه لنفسك. التزامك ده هو اللي بيخليكي تقولي انا بحب نفسي كفايه. مثلا لو انا عايزه اخسر وزن، الوز ويت، وعايزه ان انا اكل صحي، تمام، فكل مره هحط اكل صحي، اكل مش صحي جوه معدتي، هقول لنفسي انا كده ما بحبش نفسي، انا باذيها. لو انا مش بروح اتمرن او مش بروح الجيم و... فهقول لنفسي لا، انا محتاجه اروح اتمرن عشان انا بحب نفسي ونفسي ان انا جسمي يبقى احسن. لو انا دلوقتي عايزه اتعلم حاجه معينه، تمام، عندنا حلين: يا اما اخلي نفسي دي قاعده على السرير ما بتتعلمش حاجه وكل ده، فانا كده ما بحبهاش، انا مش عايزه اديها، مش عايزه اخليها تبقى احسن. يا اما ان انا هروح واخد الكورس ده واتعلم وابقى احسن علشان اتبسط بنفسي، عشان انا بحب نفسي فروحت علمتها حاجه، رحت خليتها احسن. برضو حبي لنفسي هيخليني ان انا مسمحش ان حد يعاملني بمعامله قليله. والمشكله ان احنا لما بنتعامل كتير بمعامله قليله، سواء بقى في الشغل سواء من علاقات دخلناها، بنفتكر ان ده الطبيعي، بنفتكر ان ده الطبيعي ان انا اتعامل بالطريقه دي، هو الطبيعي ان انا استاهل المعامله دي. لكن حبك لنفسك او تقديرك لنفسك هيعرفك ان هو انا في حاجه غلط، انا ما استاهلش ان انا اتعامل كده، انا ما استاهلش ان المدير ده يعاملني بالطريقه دي، ما استاهلش ان انا حد يتجاهلني كده، ما استاهلش ان حد ياخد شغلي، ما استاهلش ان حد ينسب شغلي لنفسه وانا اقول لا اصل انا بحب ابقى ورا يعني في الظهر كده ببقى مستخبيه. ما استاهلش مثلا ان انا شخص ابقى معاه في علاقه بيكلمني وحش وبيقفل في وشي السكه وبيقولي انت ما تستاهليش وانت اصلا انا ما انت اصلا مش حلوه وبيقارني ببنات تانيين. ما استاهلش المعامله دي. حبي لنفسي، حطي نفسك، يعني حطي نفسك مكان حد تاني. هل انت تحبي ان حد تاني يتعامل كده؟ لا. يبقى انا ما استاهلش كده، يبقى انا حبي لنفسي ان انا مرضلهاش ده، يبقى ان انا اخرج من اي علاقه، اخرج من اي شغل بيعاملني بالطريقه دي، احط حدود للبني ادمين اللي بتعاملني بالطريقه دي وما اسمحش ليهم ان هم يعاملوني بالطريقه دي. كل دي حاجات ليها علاقه بحبي لنفسي. برضو حبك لنفسك في الكلام اللي انتي بتقوليه لنفسك جوه عقلك. مش ببقى قادرة افهم ازاي حد بيقول لنفسه انا فاشل، حد بيقول لنفسه انا ما استاهلش،
حد بيقول لنفسه انا مش حلوه، تخيلي ان انت تروحي تقولي لواحده اقرب صحابك، تروحي تقولي لها بصي انت فاشله، انت اصلا مش حلوه، ايه القرف اللي ده، ايه القرف ده، انت شكلك مش حلوه خالص بجد، انت ايه ده بجد، لا 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 لا، انت ما تستاهليش تتحبي. تخيلي واحد بيسمع منك الكلام ده، يعني كلام مؤذي جدا. فالكلام اللي انت ما تعرفيش تطلعيه من بقك تقوليه لحد قدامك، ما تقولهوش لنفسك. نفسك دي اغلى حاجه عندك. احنا ربنا كرمك، يعني ربنا كرم البني ادمين، ما كرمش النفس دي عشان انت تهينيها، عشان انت تاذيها، عشان انت تقللي منها. عايزه ازاي الناس تعاملك كويس وانتي بتقولي لنفسك الكلام ده؟ اقول لكم على حاجه بجد، الناس بتفهم. لو انتي ما بتحبيش نفسك كفايه، لو انتي بتقولي لنفسك كلام سلبي، لو انتي بتسمحي لحد ان هو يعاملك وحش، بجد الناس بتديكي على قد ما انتي شايفه نفسك. ما تسالونيش ازاي، بس طاقه البني ادم بتبان. لانه في مراحل كتير قوي في حياتي كنت ببقى بنفس الباترن، اللي هو نفس الحاجه بتتكرر مع بني ادمين كتير. ما هو اكيد في حاجه غلط، ما هو اكيد مش كل الناس دي بتعاملني بالطريقه دي علشان ممكن يبقوا هم بني ادمين مؤذيه ووحشين وكل حاجه، بس دايما اتعلمت اكون انا المسؤوله. ماي ثيرابيست كانت دايما تقول لي هو مين المسؤول، مين المسؤول، مين اللي سمح ان انت تتعاملي بالطريقه دي. طب نرجع كده ستيب ونشوف بقى انا مسؤوله عن تصرفات الناس دي اتجاهي. ايه اللي انا بعمله غلط؟ ده انا مش بحب نفسي كفايه، انا بيبان ان انا مهزوزه، بيبان ان انا اصلا بسمح لحد ان هو يعاملني وحش، لما باجي اتكلم بتكلم بعدم ثقه وخوف. كل دي حاجات بتوصل للي قدامي. وللاسف لو البني ادم ده مؤذي، بني ادم نرجسي، هتلاقيه بيعاملك، بيقرا الحاجات دي فيكي ويعرف ازاي يلعب عليها كويس قوي ويتعامل على الاساس ده. وفي بني ادمين كده، انا قعدت فتره في حياتي بقول لا لا لا، مفيش بني ادمين كده، يعني البني ادمين كلها كيوت، بني ادمين كلها لا. الحياه مش ابيض واسود، والناس فيها الخير والشر، واي حد فيه الخير والشر، والحياه مش ابيض واسود، يعني مفيش حد اللي هو وحش كومبليتلي. بس للاسف في نوعيه بني ادمين بتصطاد فيكي عدم حبك لنفسك وبتبدا بقى تشتغل على ان هي تستغلك في حاجات كتيره قوي. فلازم تقدري نفسك، لازم تعاملي نفسك زي ما انت تحبي تعاملي غيرك، بالثلاث نقط اللي انا قلت لكم عليهم دول. ان انا ابقى ملتزمه اتجاه نفسي، ملتزمه اتجاه اي هدف انا عايزه اوصل له. التزامي ده معناه ان انا بحب نفسي. تاني حاجه هي ان انا ابطل اقول كلام سلبي لنفسي، وابطل ان انا اسمع نفسي كلام سلبي. تالت حاجه اقيس، اشوف لو انا قلت الكلام ده لحد، انا في حد يستحمل ان هو يتقال له الكلام ده؟ لا، يبقى انا ما استاهلش كمان ان انا اقول الكلام ده لنفسي عشان غيري ما يعاملنيش بالطريقه دي. دي كانت اول نصيحه. تاني نصيحه يا بنات هي الارتباط. وهتكلم معاكي كده بقى بنوته لبنوته من قلبي، ماشي؟ وعايز تاخدي النصايح دي خديها، مش عايز تاخديها عادي، يعني كل واحد حر في حياته. بس انا بقولك الكلام ده من حد، من اختك الكبيره يعني. الارتباط في سن صغير او قبل ال25، في ناس مجتمعات لسه لحد النهارده بتشوف ان البنت قبل ال25 هي كده متاخره على الجواز ومتاخره على الارتباط. وفي بنات نشأت في مجتمعات لحد النهارده قيمتها مربوطه بانها لازم تتجوز وانها لازم تلاقي راجل، ولو هي ما اتجوزتش ده كده في كارثه. فبيخليها طول عمرها تتشيس او تطارد فكره ان انا محتاجه يبقى في راجل في حياتي. وفي بنات للاسف مثلا ما لقيتش الحنان في باباها، او ما لقيتش المعامله اللي هي يعني مثلا ممكن تبقى حالات مختلفه من الابهات، سواء ان هو ما كانش بيدي الحنان الكافي، ما كانش بيديكي الكلام اللي انت محتاجه تسمعيه، ما كانش بيعاملك بالمعامله اللي انت تستاهليها. بس هو بيبقى حاجه ليها علاقه شويه بجرح الاب، لان احنا كبنات الاب بيفرق قوي قوي وجوده او طريقه تعامله معانا في ازاي اختيارنا لشريك حياتنا، وازاي ان احنا نختار شخص صح، وازاي ان احنا نتعلم من اخطائنا. لان انا ممكن اختار الشخص الغلط وبعدين اتعلم من اخطائي، وبعدين ابدا ان انا اشوف بقى انا ايه الاخطاء دي وايه مواصفات الحد اللي انا عايزه ابقى معاه. فانا جايه اقولك بس من بدري المواصفات اللي تحاولي ان انت ما تعمليهاش. اولا انا كشيماء، ومش بقول لكم ان انا سلمت من ده خالص، يعني لا، انا وقعت في الغلطات دي، بس هقول لك نصيحتي انا اللي لو انا خلفت بنت هبقى عايزه ان انا اقولها لها، هي ان انا في رسمي في بوسي، مفيش رسمي مفيش بوسي. عارفين المسلسل بتاع 80 باكو؟ في رسمي في بوسي. لو هنتخطب انا موجوده. فاللي عايزه اقوله لك ايه، انه ان احنا معظم البنات عندها حاجه كده اسمها scarcity mindset، يعني اللي هو اصلا انا خايفه ما اتحبش،
اصل انا خايفه، انا بس بقول لك كلام انا عارفه ان انت بتقوليه لنفسك، انا خايفه ما اتحبش. هو انا هلاقي حد تاني يحبني ولا لا؟ هو انا هلاقي حد يتجوزني ولا لا؟ ما خلاص، اصل ده اللي بيحبني وده وهو ولا بيحبك ولا نيله يعني بجد. هو لو بيحبك، يعني لو شخص بيحبك هيبقى عايز يعمل كل حاجه في الدنيا عشان هو يبقى معاكي في علاقه رسميه، هيبقى بيخاف عليكي، هيبقى ما بيرضاش يزن عليكي عشان خاطر تنزلوا آه قدام الناس كلها وكده، وانتوا ما فيش ما بينكم حاجه رسمي، هيبقى بجد بيخاف عليكي. بلاش ده كله. لو انتي في علاقه مع حد بيقلل منك وبيغير منك، على فكره في رجاله بتغير من نجاحك، في رجاله لو انتي بقيتي مثلا بتشتغلي وهو لسه قاعد في البيت ما بيعملش حاجه، حبيبي، وعمال يلوم في الناس والمجتمع واصل البلد واصل الظروف واصل مش عارف ايه، وانتي بدأتي تسعي وتشتغلي، ده هنبقى معاه نعمل ايه؟ ده نعمل ايه بيه بالله عليكي يعني؟ نعمل ايه بالاشكال دي بجد؟ بجد انا مبسوطه قوي بان الجيل بتاع دلوقتي بحسه كده بقى مصحصح شويه، اللي هو حبيبي انا ما بصرفش في البيت. احنا يمكن اواخر العشرينات زي كانت واخداها الحماسه قوي، في اوائل العشرينات بتاعت لا لا احنا هنقسم البلد نصين وانا هصرف معاك في البيت وايدي بايدك ونبني ما عنديش مشكله انك تقفي جنب جوزك في وقت المحن، يعني وقت المحن ده تبقي ست جدعه. واصلا السيده خديجه عندنا في الدين كانت واقفه جنب سيدنا محمد، انا ما عنديش مشكله. انا عندي مشكله مع ان انت عايزه تشيلي الشيله، وان انت بتقولي اصل هو ده اللي موجود، ده المتاح. دي بجد اسمها سكارستي مايند سيت، يعني اسمها عقليه الندره، بدل ما يبقى عندك عقليه الوفره، انه يا نهار ابيض ده في رجاله في كل حته في الدنيا، ده في رجاله يعني انا وجوزي من محافظتين مختلفين تماما تماما، يعني سبحان الله. فلا في الرجاله مليانين الدنيا تمام. ال ال مش يعني لو هم مش في بلدك، ممكن ان انت تسافري تقابلي واحد في المطار، ممكن ان انت ربنا يرزقك وتشتغلي بره ولا تسافري تدرسي حاجه بره فتقابلي حد مثقف ومتعلم وابن ناس ودينيا محترم وبيصلي. في حاجات كده بنبص عليها، باكج كده بنبص عليها بنقول ده شخص كده كده هيبقى فيه عيوب. ففي عيوب بقى هنعرف نستحملها بعد الجواز، يعني ده لو اتجوزته، ده لو على افتراض ان هذه الشخصيه اللي هي بتأذيكي وبتأذيكي بقى نفسيا وما بيردش عليكي. يعني ايه ما بيردش عليكي؟ يعني ايه؟ خلاص يعني البي رئيس جمهورية مش عارف ايه يعني ايه ما بيردش؟ ما عندوش وقت يرد، ما عندوش وقت يتكست يو؟ مفيش حد مش قاعد على موبايله دلوقتي، ما عندوش وقت يقول لك معلش انا بس في شغل وهرد عليكي كمان حبة؟ ليه تسمحي لنفسك تتعاملي بالطريقة دي؟ ليه اصلا تقللي من انت ما تستاهليش كده؟ يعني انت ما تستاهليش كده. انا مش يعني جواز الصالونات لو انت مش معاه ونفسك ان انت تحبي وترتبطي ونفسك تتجوزي حد عن حب، اختاري بقى. يعني اختاري هنتجوز مين، اختاري الشخص يعني اتليست يبقى فيه البيزكس، اتليست اللي هو احنا مش هنتجوز حد ما فيهوش البيزكس، بيصلي، علاقته باهله بيعامل اهله كويس، عنده شغل، بيشتغل بيسعى، شايفين ان هو بيشتغل وبيسعى، راجل طموح. ما هو لازم يبقى طموح، ما هو انت مش افرضي انت جاتلك وقت مش عارفه تشتغلي مش قادره تصرفي، لازم يبقى طموح، ده هيبقى اب لعيالك. فكري تفكير ان ده شخص انا بختاره عشان يبقى اب لعيالي، ازاي ان انا يعني اختار شخص وخلاص كده؟ يعني ازاي يعني؟ بجد بنات عايزاكم بس تكبروا في تفكيركم شويه في ان بجد الجواز صعب، بجد الجواز مش لعبه، و... وبجد الجواز فيه تحديات كتيرة جدا جدا. انتوا بتبقوا شخصين حتى لو انتوا عارفين بعض، بتلاقي ان في عيوب وبتلاقي في حاجات انتوا الاتنين مش عارفين تتفقوا عليها فبنختار، فعارفين بنتشوز الباتلز زي ما بيقولوا كده، اللي هو بختار انا هبقى مع مين. وبعدين الحياة فيها فرص كتيرة قوي يا حبيبتي، الحياة فيها فرص كتير قوي ان انت يبقى عندك 21 ولا 22 سنة وتضيعي عمرك مع حد ما يستاهلش، وبيقولك ما تنزلي امتى وتطلعي امتى وما تروحيش ولا ما تسافريش ولا ما تعمليش. وعلى ايه بجد؟ ليه نسمح لحد ما فيش ما بيننا ما بينه حاجة رسمي ان هو يعمل معانا كده؟ لا ما بنعملش كده. بجد الحياة فيها فرص، لا يعني عيشي حياتك، يعني اشتغلي وتعلمي وحوشي من شغلك وسافري حتة لوحدك، قدمي على فرص بره مصر ولا بره الدولة اللي انت فيها، الدولة العربية اللي انت فيها، شوفي عالم مختلفة، روحي ايفنتس، تعرفي على ناس. الحياة فيها فرص، الحياة مليانة بجد، الحياة مليانة. ما تسمحيش لحد ان هو يسيطر على حياتك وانتوا مفيش ما بينكوا حاجة رسمي. حتى لو مخطوبين هو ملوش كلمة عليكي غير لما تتجوزوا وتبقوا في بيت واحد. وقبل ما تتجوزوا لازم تحطي حدود
انا مثلا عايزه 1 2 3 في علاقتنا بعد ما نتجوز، وهو يقولك والله انا المناسب معايا 1 2 3. احنا اتنين بقى عارفين نتلاقى في نقطه كده في النص، تمام كان بيه. مش عارفين نتلاقى، يعني مثلا انت بتحبي السفر جدا، تمام، وهو ما بيحبش السفر خالص، وانت بالنسبه لك السفر ده فاليو، تمام. طب هنبدا نشوف نقطه في النص، والله انا بحب السفر بس احنا هنسافر كذا، هنعمل كذا، لقينا بقى النقطه اللي في النص دي، تمام. ما لقيناهاش واحنا اصلا مش موجودين مع بعض في نفس النقطه دي، يبقى الشخص ده مش مناسب معايا. ما اخدش شخص، ما بنغيرش الناس، موضوع ان احنا نغير الرجاله ده ما بيتغيرش، ما فيش حد بيغير حد. ف ف فاهمين قصدي؟ انا عارفه انا اتعصبت عليكم، بس حاولت كده ايه اقول لك كلام من قلبي بجد عشان الموضوع ده. وما تجريش ورا حد، وما تحاوليش تقنعي حد بيكي، ومحدش يقولك انا عشان اتجوزك اعملي كذا. لا 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 اقلبي، يعني لا لا، ما عارفه انت اللي بعده. يعني ما بنبقاش مع الناس دي، وعلى ايه والله العظيم. صدقيني صدقيني، الحياه لو انا من غير راجل مش كويس معايا احسن 100 مره، احسن 100. عندي فرص في الحياه كتيره جدا. بس المهم اجيلكوا عند تالت نقطه، عشان انا بس اتعصبت شويه، انا حاسه ان الفيديو هيطول مننا، بس استحملوني. تالت نقطة هي الخوف. برضو بيجيلي مسجز كتيرة قوي، اللي هو شيماء انا خايفة ان انا اقدم على الشغل ده، انا خايفة اروح الكورس ده، انا خايفة، انا مش ببقى عارفة اجاوب ارد اقولك ايه. طيب خلاص خايفة، تمام، خلي بقى الخوف. عارفة انتي اللي هو حاجة مكتفاكي. يعني انا الفيديو ده بجد حاسة ان انا عمالة قاسية عليكم، بس بجد معلش، يعني بجد في حاجات كده انا عايزه اقولها لك عشان محدش هيقولها لك، يعني محد، يعني مش عايزه اطبطب عليكي، فاهمه قصدي؟ اللي هو اصلا انا خايفه ان انا اروح اخد الكورس ده. يا ستي روحي خد. اوحش حاجه ممكن تحصل ايه؟ اسوأ حاجه ممكن، اسوأ حاجه ممكن تحصل ان انت تروحي الكورس ده وما تستفاديش منه. يعني ايه خايفه اخد ما استفدتش منه؟ فهعرف ان انا الترينر ولا الحد اللي انا رحت خدت معاه الكورس ده مش حد شاطر، مش هاخد معاه كورس تاني. دي اسوأ حاجه ممكن تحصل. انا خايفه اقدم على الشغلانه دي. يا ستي قدمي، قدمي يعني، قدمي، وبعدين لو جالك انترفيو كان بيها، ما جالكيش الانترفيو خلاص يبقى انا الشغلانه دي مش مناسبه ليها، فهبدا ان انا احضر لها. طب جالي انترفيو في الشغلانه دي وانا حاسه ان انا مش مؤهله ليها، هذاكر. في حاجه اسمها تشات جي بي تي، هدخل اساله على كل حاجه ريليتد بالشغلانه دي، واذاكر قبل الانترفيو، اجتهد ان انا اخد الشغل ده. ربنا رزقني بالشغل ده بعد الانترفيو، تمام الحمد لله ربنا رزقني بيه. اسوأ حاجه ممكن تحصل ان الاتش ار يبقى معقد نفسيا ويقعد يعقدني ويشوفني ان انا ولا حاجه في الانترفيو، يكلمني وحش ويشوف ان انا مش شاطره. هروح البيت اقول والله الاتش ار ده كان عنده حاجات صح في ان انا لسه مش مؤهله، مثلا الانجليش بتاعي مش كويس، ومش مؤهله في كذا، ومش مؤهله في كذا، او وكان غلطان في ان هو يعاملني بالطريقه دي، وان انا مش هسمع لحد تاني يعاملني بالطريقه دي، وانا اللي مش عايزه اشتغل معاكم. انا في شركه على فكره مالتي ناشونال قدمت فيها، المديره ما كانتش بتحب المحجبات، وست، تمام. بجد والله العظيم بعدي من عليها دلوقتي بقول الحمد لله يا رب ان انا ما اتقبلتش في الشغلانه دي. كل الناس اللي كانت معاها في الشغلانه دي قلعت الحجاب. اتفقنا واختلفنا، بس انا قصدي ان قيمي انا لا تسمح بده. فالحمد لله يا رب ان انا ما اتقبلتش في الشغلانه دي، كنت هموت عليها والله العظيم. انا فاكره ان انا في مره قعدت في الارض بعيط ان انا ما اتقبلتش في الشغلانه دي. دلوقتي بقول الحمد لله، الحمد لله ان انا ما اشتغلتش مع المديره دي. ف ففاهمه قصدي؟ يعني الدنيا مش يعني خايفه من ايه؟ خايفه انزل اخرج لوحدي. يعني ايه خايفه تخرج؟ هيحصل لك ايه؟ خايفه اروح اشرب قهوه لوحدي، مستنيه صحابي عشان ننزل اشرب قهوه لوحدي، مستنيه صحابي عشان اروح الجيم، هما مش عايزين يجوا معاكي، خلاص افضلي واقفه بقى. يبقى انت هتشوفي كده احلامك وسنينك كده بتجري قدامك، العشرينات بتجري، وانت كان نفسك تعملي حاجات. الخوف هو اللي كتفك وقال لك لا ما تقوميش من مكانك. الخوف هو اللي بجد، هي الخوف بيكتف البني ادم. بجد الخوف بيكتف البني ادم. لو في حاجه واحده انا يمكن ما غلطتش فيها في اول عشريناتي، ان انا ما كنتش بخاف. انا كنت اي فرصه بجري عليها. اسوأ حاجه هتحصل ابلكيشن صعبه خايفه ان انا اقدم عليها، هقعد واقدم عليها واتعلم وافضل اقدم لحد ما تجيلي الحاجه دي، ولو ما جاتليش اعرف انا ليه ما جاتليش. بجد اسوأ حاجه هتحصل ايه؟ دايما فكري كده في الخوف، اسوأ حاجه هتحصل ايه؟ وهتلاقي ان اسوأ حاجه دي مش سيئه بالقدر اللي في دماغك، هو بس الخوف حاجه كبيره قوي كده سودا، تخيلي حاجه سودا كبيره قوي واقفه قدامك ومكتفاكي وموقفه عقلك عن التفكير. فعارفه لما اللي هو تحسي ان انت طب توسعي كده التكتيفه دي شويه وتقعدي تقولي هو انا خايفه من ايه؟ اقعدي اكتبي كده انا خايفه من 1 2 3. طب اسوأ حاجه ممكن تحصل في كل حاجه من دي. حاجه كمان برضو في الخوف، الخوف من كلام الناس، ودي غلطه انا بقى وقعت فيها.
الخوف من كلام الناس، اصل الناس هتقول عليا ايه، اصل مين صاحب مين هيقول عليا ايه، اصل الايكو سيستم او الانفايرمنت اللي انا كنت فيها دي هتقول عليا ايه، لو انا بدات كونتنت اصل هيتريقوا عليا، اصل مش لازم في الكونتنت، في اي حاجه بقى انت عايزه تعمليها تمام، اصل اهلي مش عارف مين هيتريقوا عليا، وتفضلي بقى في دايره الخوف من كلام الناس. بجد الخوف من كلام الناس بيوقف، انا معاكي ان الخوف من كلام الناس والخوف ان الناس تتريق عليا بيوقف، بس هقولك بقى الحقيقه، انه عارفه في صوت كده جواكي بيقولك ابدأي في الحاجه دي تمام، فالصوت ده وانس بقى ان انت بدأتي في الحاجه دي، اقسم لك ان يا اما الناس دي هتختفي من حياتك، يا اما ربنا هيوريكي ان في ناس ما بتدعمكيش، وربنا يعوضك بناس تانية تدعمك في اللي انت عايزه تعمليه ده، وتحسي انه الحمد لله ان الناس دي بعدت عني، والحمد لله ان انا بعدت عن الناس دي علشان هما ما بيحبونيش وما بيحبوليش الخير. وهتلاقي ناس ما كانتش بتسقف لك وكانت بتتريق عليكي دلوقتي عماله تسقف لك وتقول لك ايه ده برافو ان انت عملتي ده. فايه الاحسن؟ الاحسن ان انا بجد ابطل اخاف من كلام الناس. بجد كلام الناس ده اسوأ حاجه ممكن توقف البني ادم، بالذات لو انت في بيئه عارفه ان الناس هتتكلم. اعملي الحاجه في صمت، اعملي الحاجه من غير ما تقولي لحد، اعملي الحاجه من غير، عارفه لو انت بتقدمي على سفريه ولا بتقدمي على منحه ما تقوليش لحد خالص غير لما تجيلك الحاجه. بجد بجد الخوف من كلام الناس بيوقف وبيوجع وبيضايق بس. وبعدين هتلاقي ناس تانية من الدوائر دي بتنجح، وناس تانية بتتكرم، وناس تانية بتعمل حاجات وانت كان نفسك تبدأي حاجة ما عملتيهاش عشان خفتي ان الناس تتريق عليكي، ولقيتي ناس غيرك بتعملها، ولقيتي فكرة البيزنس اللي انت عايز تعمليها دي ناس غيرك بدأتها، ولقيتي ان الشغلانة اللي كان نفسك تروحي تشتغلي فيها بس انت خايفة تعملي كارير شيفت ناس غيرك راحتها ونجحت. وهتبدأي تلومي نفسك او تحقدي على الناس التانية دي، وهي المسؤولية كلها مسؤولية نفسك مش مسؤولية اي حد من الناس دي. هم كان عندهم الشجاعة الكافية ان هم يروحوا يعملوا الريسك ده. ف... فبجد حطي كلام الناس على جنب. انا عارفة انه صعب، عارفة كل خطوة بتاخديها بتقعدي تفكري 100 مرة، حاولي تدوسي الزرار توقفي كلام الناس كده. انا قبل كل فيديو بقعد اقول هيتريقوا مش عارف مين هيتكلم عليا لو عملت ايه، بوقف كده بقول انا هكمل، انا هبقى كونسيستنت. بس ده كده بالنسبة للخوف. رابع حاجة او رابع نصيحة هي الفلوس. بصوا سمعت نصيحة حلوة قوي في موضوع الفلوس ده، بجد فرقت معايا قوي، وهي ان في حاجتين بيجروا ورا البني ادم. انتوا في حد فيكم مش عارف ان هو هيموت؟ كلنا عارفين ان احنا هنموت صح؟ حاجة كده اللي هو يقينية، احنا عارفين ان احنا في الاخر هنموت. تصدقوا ان الرزق نفس الحاجة، اللي هو وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس هو ربنا وعدنا بالرزق، فكده كده كل بني ادم في الدنيا دي هياخد رزقه. فسمعت جملة بتقول ايه بقى، بتقول انه في حاجتين بيجروا ورا الانسان، حاجة الانسان بيبقى عنده يقين فيها، والحاجة التانية الانسان ليه ما بيبقاش عنده يقين فيها، هي الموت والرزق. كل انسان في الدنيا دي ربنا كاتب له رزقه، وانا مع اقتناع ان مفيش حد بياخد مفيش فكره ال 24 قيراط، فكره ال 24 قيراط دي مش موجوده. هو ربنا في ناس بتاخد ال 24 قيراط عشان تبقوا فاهمين، هو ربنا كاتب له ان هو هياخد ال 24 قيراط في الدنيا، وربنا بيختبره بده. ف لانه في ناس على فكره بتشتغل يعني بتشتغل شغلانات شاقه جدا 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 وبتقبض قليل قوي قوي، وفي ناس بتشتغل حاجات بسيطه جدا بساعات قليله قوي وبتاخد فلوس كتير. بس برضو تبقي عارفه امتى بياخدوا الفلوس الكتير دي. انا يعني انا وجهه نظري ان اوائل العشرينات دي اتعملت عشان خاطر نجري فيها شويه، يعني ما تجريش بجري الوحوش يعني عشان ده مهلك وبيوقعك بقى في مقارنات وغيره وكده، وافضلي كده بس مركزه مع نفسك. عارفين الجري اللي هو زي الحصان؟ الجري اللي هو انا مركزه مع نفسي مش عماله اتشتت بمين عملت ايه ومين سوت ايه لا، مش الجري ده. الجري اللي هو بتاع السعي، اللي هو انا في حاجه جوايا بتقولي ان انا لو عملت الحاجه دي هتنجح قوي، فانا هسعى لها واجيب اخرها وربنا هيرزقني. الحاجه دي فتحت ما فتحتش يبقى ربنا هيرزقني في حاجه تانية. كده كده انا رزقي مكتوب، ما عليا الا السعي. كده كده انا ربنا حاطط لي الرزق ده، ربنا وعدني ان انا في رزق معين هاخده في الدنيا. طب معنى كده بقى ان انا اسلم واقول لا خلاص ده كده رزقي؟ لا، معنى كده ان انا اقول ان ربنا عنده وفرة كبيرة قوي 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 من الفلوس ومن الرزق، وربنا رزق ناس تانية. فبحس ان هو كومبو كده ليه علاقة بالفلوس، اللي هو الدعاء، ان انا ادعي ربنا وان انا يبقى عندي يقين ان انا ربنا هيرزقني الحاجات اللي انا حاساها دي، وعندي يقين قوي قوي بيها، وان انا اسعى لها، بس اسعى لها من غير ما ابقى
باذي حد في طريقي، او ان انا اقارن نفسي بحد، او ان انا احسد او احقد على حد. لان في ناس بتسعى بالطرق دي وبتهلك في الدنيا، وفي ناس بتسعى وتخسر مبادئها علشان خاطر. وياما انا شفت ده على فكره، وشفت ده للاسف، انه في ناس بتخسر مبادئها بسبب بالذات الفلوس، بسبب انه ناس تانية بتحطها في ده. يعني ناس تانية بتفضل تضغط عليها، او تضغط عليها بقى مجتمعيا، او تضغط عليها باي شكل من الاشكال تخليها تخسر مبادئها. وبنات كتير قوي بتخسر مبادئها عشان خاطر الفلوس. ف فبحس ان الطريقه دي بتبقى اختبار من ربنا. يعني حاولي ان وانتي ماشيه في طريقك بتسعي، تاخدي بالك كده، تاخدي بالاسباب من غير ما تخسري مبادئك، وانت عارفه ان كده كده رزقك هتاخديه في الدنيا بكل يقين. لان هما حاجتين احنا ربنا وعدنا بيهم، ان احنا هنموت، وانه الرزق والفلوس كده كده هتجيلنا. وان انا ابقى عندي فيجن. انا بقى بحس دي حاجه مش ناس كتير بتتكلم فيها، ان انا يبقى عندي رؤيه. يعني ما اسعاش وخلاص، ابقى ذكيه في سعيي. يعني انا دلوقتي عايزه اشتغل الشغلانه دي ليه؟ مثلا انا عمري ما اشتغلت في حياتي، وهبدا اشتغل مودريتور، ارد على المسجز على الناس على السوشيال ميديا وعلى الصفحات بتاعتهم وكده. فانا عارفه ان الشغلانه دي ممكن تخليني كمان كام سنه ماركتنج مانجر. فلازم يبقى سعي بذكاء. يبقى انا اتعلمت ده، اشتغلت الشغلانه دي، حوشت منها شويه، رحت خدت كورس، اتعلمت ازاي اعمل ريلز. بعدين كبرت شويه في شغلي، بقيت جايبه حد معايا. بعدين فتحت ايجنسي ماركتنج. ده مثال. انا بقولك ان يبقى عندك فيجن، رؤيه، ان انا بادئه دلوقتي صغيره، بس انا عارفه كمان كام سنه هروح فين. عارفه انا بادئه صغيره دلوقتي ليه، عارفه ان انا بادئه صغيره دلوقتي مثلا عشان اعمل فلوس، عشان اروح للحته، عشان اعمل بيزنس في كذا. لازم يبقى عندي رؤيه. ما اشتغلش عارفين اللي هو زي الحمار في الساقيه. لا، ما تبقيش انا اسفه، ما تبقيش زي الحمار في الساقيه. ما تشتغليش وخلاص. وتخلي بالك انه لو انت عارفه ان انت في شغل معين بيستغلوكي فيه، يبقى عندك من الذكاء الكافي ان انت عارفه ان هما بيستغلوكي. بس انت قاعده في المكان ده علشان انا محتاجه فلوس لفتره معينه، عشان انا في حاجه معينه كده بتعلمها، وبعدين هسيب المكان ده واروح المكان الفلاني، ان انا عارفه ان قعدتي دلوقتي في المكان ده هتعلمني كام حاجه توديني المكان ده. فاهمين قصدي؟ ف... فبس نشغل دماغنا شويه واحنا بنسعى عشان ربنا يرزقنا. ويبقى الحاجه اللي احنا بناخدها دي بناخدها بذكاء، ما بناخدهاش بعد ما احنا بنهلك ونقول احنا ما وصلناش ليه. فدي بالنسبه للفلوس. اخر حاجه هي الكارير. ممكن اعمل لكم بقى فيديو عن كل حاجه دي بشكل منفصل. حاولت ان انا اجمع لكم، عندي نصايح اكتر بكتير قوي نفسي اقولها لكم على فكره. المهم انه الكارير، بنات، لو انت في اوائل عشريناتك اشتغلي. لو انت عندك باباكي مثلا عامل لك شهادات في البنك بتدخلك فلوس يا ستي، واوريدي مرتاحه جدا ماديا من عيله غنيه وكده، مش محتاجه انك تشتغلي، وهتعملي بيزنس. مش عيب خالص، مش عيب خالص بجد. لو انت بنوته مش عيب خالص انك تقعدي تدلعي لو في حد بيصرف عليكي. بس لو انت معكيش الريسورسز الماديه، معكيش الفلوس حاليا وحتى والله لو معاكي اعملي بيزنس، اعملي حاجه تبقى بتدخلك الفلوس، تكبر لك الفلوس دي. يعني ما يبقاش تفكيرك ان انا دلوقتي معايا الفلوس دي وهصرفها وخلاص. بس قصدي انه ان انتي الفلوس حريه. الفلوس بتساوي حريه قرارات للبنات. فلوسك ان انتي يبقى معاكي قرشك، معاكي فلوس ليكي، بتساوي ان انا هنزل من البيت اروح اشرب قهوه، هجيب حاجه انا نفسي فيها، هسافر سفريه لو معايا فلوسها، واهلي مش موافقين هعرف ان انا اضغط اكتر من مش معايا فلوسها. فالفلوس بتساوي حريه في القرارات، وبتساوي ان انا عندي حاجات كتيره ممكن احققها بالفلوس دي. بتساوي ان انا ممكن احسن من نفسي، واحسن من شكلي، واحسن من طريقه لبسي، وابقى في حتت احسن في الحياه. فمهم قوي ان انتي تشتغلي في اوائل عشريناتك، تشتغلي حتى بجد اصغر الحاجات واقل الحاجات. بس اهم حاجه وانتي بتشتغلي ده يبقى عندك فيجن، انتي عايزه تروحي فين. عايزه اكلمكم عن الموضوع ده اكتر، عن موضوع الشغل والكارير وكده. الشمس عماله تروح وتيجي. بس بنات طولت عليكم النهارده بجد، رغيت كتير، معلش لو طولت عليكم، بس بيبقى نفسي اقول لكم كل الكلام من قلبي. عندي كلام اكتر عايزه اقوله لكم. بس كده بنات، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. قولوا لي لو الفيديو ده عجبكم، قولوا لي عايزين فيديوهات ايه تاني،
وحاجه كمان عايزه اطلبها منكم، ممكن تعملوا لي فولو على انستجرام بتاعي، عشان انا كان عندي اكونت برايفت خليته زي ما هو برايفت، والاكونت ده اكتر بعمل لكم عليه اسك، لو انتوا عايزين تسالوني على حاجه على طول برد هناك. فممكن تدخلوا تعملوا لي فولو، هتلاقوه في الديتيلز بوكس. ويدخلوا برضو اعملوا لي فولو على تيك توك. وبس كده، ما تنسوش كمان تعملوا لي سبسكرايب وعلى يوتيوب، يعني تشجيعكم بجد ليا بيفرق معايا قوي قوي، وبيفرق معايا ان انا اكمل. وانا نفسي اخر السنه دي ان انا يبقى عندي درع يوتيوب، حاجه من الحاجات اللي انا حطاها في الفيجن بورد بتاعتي. وعايزه اكلمكم على الفيجن بورد بنات، بجد دي سحر سحر سحر. والله عندي مواضيع كتيره عايزه اكلمكم فيها. الاسبوع الجاي نختار كده موضوع من كل الحاجات اللي انا عايزه اتكلم فيها دي واكلمكم فيها. Thank you so much for watching، واشوفكم الاسبوع الجاي. باي.